تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني تليت بتوراة الكليم ووريت بمكامن الإنجيل للرهبان وأتى بها سبع المثاني أذهما بحروفها حفظا لسبع مثاني فغدا بها للناس كل مصالح تؤتى بلا عجز ولا إدمان أمناء نهجك في تعدد سعيم أمناء وهذا العالم الجسماني فكأنهم في الذكر والأدب الذي في ذكر من ملأ السماء الروحاني وكأنهم وقت النشاط لأهلهم ولقومهم بوظيفة السلطان إلا الشراذم يجعلون حقائقا للدين أو يبغون حكم الجاني فنعم يعدون الأوامر غفلة ويرون كل الخير في العدوان إلا رجالا يدعون تقيدا لكن بعهد النفس والشيطان أخذوا ولكن لا لخلق طاهر وأتوا ولكن لا لقلب العاد أخذوا ولكن لا لخلق طاهر وأتوا ولكن لا لقلب العاد إن الحياة تعدهم كزيادة للحمل في معنى من فهم الأولى يتجولون بطالة ويلتقون محارم الإخوان ويبجلون الأغنياء لغناهم ويحاربون أئمة الرضوان هذا وإني لا أخالف عنصرا هو في الإرادة نشأة الأكوان لا ولا التكريم كنت ماردا حتى أقود اليوم في دش لكنني لو كنت فظا جافيا أهوى المكارم في الصفاء ولقد ولدت وليدا بولادتي لولادتي في منهج التيجاني ولأنني سميت من أمر بي فجز الإله فتى بي سماني طبقته وفق الزمان وحكمي واصمته بعناية ودما فكأنك الفرقان في إعجازي حقا وفي الإيضاح وكأنما اختلطت بالروح ككلها آيات فضلا من الرحمة وجعلت دنيا العالمين شقيقة للجنة العليا بكل هذه لتربية وتلك للراحة معناهما في الخير والأرض فإليك يا ابن محمد ناداني شيم تحقق جوهر الإنسان صلى عليه الله في ملكوته أو ملكه سلفا ليوم المشهد صلى عليه الله في ملكوته وعلى العلا صلوا عليه وخير أكرم بأحمد في نظام المولد أكرم بمولد أحمد من مولدي
قل لسول فبدعة مرضية أعظم بها من بدعة لم تجحد كثرت أساطير الضلالة في الورى والدين معهود بما لم يحمد والحق عارية بأيدي ظالم والخير شر وديعة للمعتدي والعلم أضحى للهوى كمساند والعدل عدل تحت أمر الحسد والمال صرف في العناد وإنما حظ الأمير الفرد حظ المفسد لكن معه لدى مدين من شأنه رد المواوف كلها عن موردي صلى عليه الله في ملكوته وعلى العلا صلوا عليه فالروح تبتهج ابتهاجا باهرا والنفس والنور فيه مقسم بجميعه واليمن بعد ميسر للمجتدي والرشد يرجع للقلوب مجددا والرشد خير وسيلة لمجددي لا خير إلا في مدائح مادح بالخلق والخلق الكريم مرددي إما بكامله البسيط موفرا إما بفضل طويله للمنشد إما بتزويد الوفود بخيره إما بإكرام الضيوف الوفد إما بتعظيم الحقائق كلها في ذكري إما بحب محمد صلى عليه الله فيه ملكوته أو ملكه سلفا ليوم المشهد أحمد في النظام المولدي أكرم بمولد أحمد صلى عليه الله في ملكوته أو ملكه سلفا ليوم المشهد هذا جزاء المؤمنين مسلمين لكونهم يدعون أمة خير هاد مرشد هذا هو القرآن ينطق بالذي يعي بنور هداه كل مجلد هذه صحائفه عليهم أنزلت من ربهم تسري بروح تعبدي هذه مصالحهم وكل مصالح في الدين والدنيا بشرعة معتدي فالروح والخلق المطهر بعدها والمادة السفلى التي لم تبعد فهنا حضارة عليهم نظمت وهنا سياسة على المتقيد تصير تنقلا وبصيرها ولدت خطوط مشيد البنيان قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد ولأنني سميت من أمر بي فجز الإله فتى بي سماني شوقي إليه خزانة من فضلي وشوقا كل الورى أغنى وتصوفي لمقام أهل حظوظي وتوثقي بقواعد الأرض لا قصتي عن موردي تذودني هول الجريمة تقتدي قسراني أفنيت أسباب الحياة دراسة وبلوت كل وسائل العرفة وقد انتهى كل لحل واحد من أن أطالبه بكل أمل قطبي أبا العباس
يا ابن محمد يا أكرم الأفراد والأعيان مثلي بمثلك نملة قد خاطبت نفس ابن داود بخير لسان فأجب بلطفك لا بعين التأثر إن التأثر عادة سكرة فتعلقي بهداك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فلربما قد قلت في عقلي وفي الروح فكيف تجره بأواني هذا معي في وحشتي هذا معي في صحبتي هذا مع ما ميزتي إن لم يكن في ميزتي ما يستظل بوفر الحق والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكتمة وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيضان فامدد يدا منها إلي تفضلا واردد بها وجدا بلا حسبان ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يذو بأدنى جودك ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يذو بأدنى جودك الثقلان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتين فتعلقي بهداك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فتقلبا فيما تشاء وتصرفا من عالم الأرواح بل وزعا هذه الأجور تكرما بين الرجال وعم بالتيجان هذا رسول الله يوم نزولي متخلدا بالحق والبر متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بطفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قرب والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجات فيك كالولدان وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوصف باهر أم الكتاب بخط النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك متعة الأشفاء يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن بني الأوطان ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربي الحنان ما قال أحمد الاتجاني منشدا فإليك يا ابن محمد نادى فإليك يا ابن محمد نادى شيم تحا